طبعا سمعت صوت القرمشة الخطيرة، وشايفين الطبقة قد ايه ثابتة على البانيه من بره. كملوا معايا الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وهقول لكم على سر ومكون خطير هضيفه لخلطة البانيه. يلا بينا نبدأ بالمكونات على طول. معايا هنا هجيب كبة هفرم فيها بصلاية. تفضل ان تكون البصلاية دهبي او بيضة، ولو مش متوفر مفيش مشكلة. وهنا كوباية من اللبن الرايب. اللبن الرايب لو مش متوفر عندنا ممكن نضيف كوباية من الحليب عليها معلقتين من الخل، وهنسيبهم 5 دقايق على جنب هيتحول اللبن رايب. وهنا معايا 2 بيضة. هنضيفهم كده في الكبة برضو. وبعد كده هنضيف بقى شوية من التوابل. معلقة بقى صغيرة من الملح، ومعلقتين صغيرين من الفلفل الأسود أو معلقة كبيرة يعني. بنضيف معلقة كبيرة كده محترمة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، وهنا معلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من مرقة الدجاج الفورية. والسر بقى اللي بقولكوا عليه، أول مكون ضفت معلقة كبيرة من الحليب البودر، بجد بيفرق جدا في الطعم. وضفت كمان معلقتين من الدقيق، بس الدقيق ممكن نزود كمان شوية تاني على حسب الخليط. والمكون التاني بقى فيجيتار بارد او حار على حسب اللي بتحبوه. بنضربه كده مع الخليط ده، بجد في الخلطة بيفرق جدا. يعني جربوه هتعرفوا انا بقول ايه. مش بضيفه تاني على الخليط الجاف، لا، انا بضيفه كده مع المكونات دي وبضربه. بجد جربوه كده في قلبه وهتعرفوا ان هو فارق جدا في الطعم. انا كمان زودت هنا معلقتين من الدقيق، وضفت كمان معلقه من الفيجيتار لان الخليط كان سايل. احنا عايزين الخليط ده ما بيكونش سايل ميه وما بيكونش تقيل خالص، بيكون وسط سمكه كده، وسط زي مثلا سمك البانكيك، ممكن اتقل شويه منه. زي ما انتوا شايفين كده الخليط بيبقى سمكه كده بالظبط. ما يبقاش يعني لو لقيناه خفيف معانا هنزود له دقيق زي ما انا ضفت، لو تقيل هنزود شوية من الحليب مثلا. وهنزل بقى بالبانيه. طبعا البانيه ده بيكون منقوع قبلها بيوم. بننقعه في محلول ملح وليمون وخل. وممكن مثلا ننقعه مثلا 12 ساعة على الأقل، ونشطفه كل شوية علشان طبعا ميكونش فيه أي ريحة للزفارة. وطبعا بضيفه بقى كده وبقلب كل ده مع بعضه. الأفضل في الخليط ده ان احنا نسيبه على الأقل 12 ساعة، بس لو مستعجلين ممكن نخليه ساعتين 3 ونشتغل على طول فيه. بوريكم دلوقتي ان الكفر مش بيقع من على كل قطعة الفراخ، علشان ده بيكون السمك المظبوط زي ما انتوا شايفين كده، علشان خاطر لما نيجي نقليه الكفر ده هو ده اللي هيدينا الطعم والسر في القلي. انا كده سبته هنا 12 ساعة في التلاجة من بالليل لحد تاني يوم. وبحضر هنا بقى بقسماط. طبعا لاني انا حاطه في الخليط التوابل كلها وكمان حاطه فيجيتار، فكده كافي ومش محتاجين نستخدم غير بقسماط بس. طبعا هنا البانيه زي ما احنا عارفين لازم نضغطه كويس جدا بالشكل ده اللي هو يكون الطبقة تمسك عليه. وطبعا مش هنحتاج بقى 3 اطباق البيض باللبن بالدقيق، احنا عاملين كل الخلطة مع بعضها. بجد لو جربتوا الطريقة دي هتنسوا اي طريقة تانية عملتوا بيها، من غير بقى لغوصة كتير واطباق وزحمة. هو طبق واحد بنعمل فيه الفراخ، وطبق تاني بيكون فيه الفيجيتار وبس كده. زي ما انتوا شايفين كده ضغطت جامد كده. وبعد كده بوريكم بقى شكل تاني برضو. بنضغط، لازم نضغط كويس جدا كده ونفرد الفراخ كده بايدينا كويس عشان خاطر الطبقة تلزق، الكفر يلزق على الفراخ وما يقعش. وطبعا الافضل ان احنا بندخلها في الفريزر مثلا ممكن على الاقل ساعة. بس لو مستعجلين برضو عادي مفيش مشكلة، الكفر بالطريقة دي هيكون ثابت جدا على الفراخ وعمره ما هيفك. وطبعا البانيه ده عيش الاطفال كلها، فلازم يكون موجود عندك في الفريزر طبق كده متخزن بانيه. ده ببقى اخزنه وبحط ما بينهم ستريتش او اكياس بلاستيك، وبغطيه جدا وبلفه ستريتش او في علبة برضو بتتلف ستريتش كويس، وبيدخل الفريزر بيقعد وقت كبير مفيش اي مشكلة. نيجي بقى للتحمير. انا هنا حاطه طاسه على النار زيت غزير بسخنها، وبعد كده بضيف الفراخ في الطاسه. وبعد لما بضيف الفراخ بهدي النار للوسط، وما نقلبش الفراخ قبل ما يمر مثلا دقيقتين 3 لحد ما الطبقه تتمسك في الزيت، عشان خاطر لو قلبناها على طول الطبقه هتفك.
زي ما انتم شايفين كده انا قلبت الفراخ، كانت الحته دي اتقصت مني. شايفين لون الفراخ لونها حلو قوي ولونها ذهبي، ومش عايزه اقول لكم طبعا الريحه كانت خطيره جدا. وبعد لما خلاص اللون يوصل للون ده بنخرجها على مصفى او على مناديل مطبخ. وانا بوريكم تاني ان انا بكمل بقيت بقى قلي البانيه. طبعا البانيه ده ممكن نقدمه مع مكرونه، او مكرونه وايت صوص، او مكرونه حمراء، او رز. انا قدمته مع رز بسمتي بجد برضو حلو قوي، والولاد بيحبوه، حاجه تفتح كده النفس وتغيير عن المكرونه. وكده ما شاء الله الفراخ جهزت معانا. قدمتها مع بطاطس شيبسي وسلطه. طبعا سمعتكم صوت القرمشه في اول الفيديو. بجد الكفر كان ثابت جدا ومش بيطلع من الفراخ خالص، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اتمنى من كل قلبي ان الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله هتعتمدوها لما تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ممكن لايك وشير للفيديو، ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل ليكوا اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.